كوسة باللبن من الأكلات اللي أنا مغرومة فيها قد ما طيبة. بيتقدم حدا رز أبيض، شوفوها على طريقتي. أول شي عندي هون تقريبا 3 كيلو من الكوسة، بننقرن وبنحاول قد ما فينا إنه ما نرفعهم كتير لأنه بدهم ينقلوا ينسلقوا ينحطوا باللبن. الحشوة عبارة عن كيلو لحمة مفرومة، بصل مقطع صغير، بهار مشكل، قرفة، فلفل أسود وملح وشوي كركم، أنجق شوي هيك يعطي لون حلو للحشوة، بتكون جاهزة. بطنجرة بنحط سطل لبن معزة كبير مثل ما هو، ومنزيد له 4 معالق نشا كبار، ومنحرك وعلى نار هادية كل من فترة للتانية، منضلنا نحركه حتى يغلي. بهيدا الوقت بنحشي الكوسة لفوق، لازم نمليها ونضغط اللحمة شوي كرمال ما يطلعوا منها وقت القلي. بصينية واسعة بنحط زيت غزير وبننطره ليحمى على نار وسط، بنقلي الكوسة من الجهتين حتى يتغير لونهم. وبطنجرة حد هيدا المقلى بنكون عم نغلي مي، بنحط فيها ملعقة من بهار مرق خضرة أو أي بهار انتو بتحبوه، وكل كوساية بتخلص من الزيت بننقلها على المي، بنغليها 5 دقايق حتى إذا تشربت زيت ينزلوا بقلب هيدي المي، وبنرجع بعد ما نخلص كل كمية الكوسة بننزلهم باللبن، بيكون غلا وشد شوي معنا. كل المرق الطيب اللي فات بالكوسة حينزل باللبن ويعطينا نكهة طيبة. آخر شي 6 فصوص ثوم بنحط شوي فوقهم من المرق اللي سلقنا فيه الكوسة وفوق اللبن كمان، ومنقل صنوبر كمان فوق اللبن، وبتكون جاهزة أكلتنا. منفلفل حدا رز أبيض ومنقدمها بهيدا القوام. شوفوا اللبن كيف شادد، شوفوا الكوسة والطعم غير شكل. هيدا من الأكلات اللي عن جد كتير طيبة، واللي مش مجربها لازم يجربها.